اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من بودكاست يا عامل ايه. ضيف النهارده حد مهم جدا بالنسبه لي، شايل جود فريند انس اسامه. عامل ايه يا انس؟ انس جايبه النهارده للسبب مين، هو ان هو عزلني على كتب كتابه من اسبوعين 3 اسابيع من حوالي شهر هي الوقت بعد الصرف almost شهر وشويه. وهو بيعزلني على كتب كتاب، لقيته بيقول لي كان بقالي كتير ما اتكلمناش. انا باي ذا بحب البودكاست بتاعتك واسمعها وكده، فده حاجه وصلتني جامد جدا، وقلت لازم اول حد اجيبه بودكاست في السيزون الجديد. وبرضه عشان بما ان البودكاست عن العشرينات واللخبطه وهنعمل كذا ونسوي كذا، ممكن حد عنده 23 سنه وخد خطوه رهيبه كبيره جدا زي ان هو يتجوز، ده بالنسبه لي حاجه روعه. فكان لازم اجيبه ونتكلم وافهم ازاي هو، عشان انا كحسن بفكر اعمل الخطوه دي، فعايز اتعلم منه واشوف الاكسبيرينس بتاعته كانت عامله ازاي. بس عامل ايه انا السيد؟ كله تمام. انت عامل الحمد لله. انت اتجوزت وانت عندك 23 سنه. قول لي، بما ان دي حاجه ناس كتير مش سننا بيعملوها، ايه يعني ايه الدافع اللي خلاك تعملها؟ ازاي عرفت ان انت يلا هعمل ده دلوقتي؟ اوكي. I would say ان هو مش حاجة واحدة، ممكن كذا حاجات مع بعض. بس اولهم انه انا بالنسبة لي الموضوع دايما احنا كنا قلنا كده والكميون اللي بتقابله ان الموضوع ده يعني انت تعمل الرغبة بتاعتك، ثلاثة الرغبة بتاعتك. لو انت قاعد في الأوضة دلوقتي وهي مش مترتبة، فانت either تعملها دلوقتي get over with it على طول، يا اما تقعد تستنى والحاجات هتتراكم وهتبقى أصعب لما تأجل الخطوة دي بعدين. فدي كانت أول حاجة بالنسبة لي. أو تسي تاني حاجة إن برضو أنا بالنسبة لي مهم أو بالنسبة لي أحب جدا إن أنا السبب وما بين أولادي إن شاء الله، يعني أنا إن شاء الله يكون فرق صغير. أنا والدي يمكن فرق صغير قوي بس برضه مش كبير. بس لما باجي أتكلم معاه في أي حاجة، سواء أكسافي، سواء في الشغل، سواء في لينجو جديدة شوية، بيبقى متابع. يمكن كمان من ساعات بيسبقني شوية يعني في حاجات ويقول لي يعني. فدي حاجة أنا بحبها جدا، وأحب قوي إن هي تكون موجودة ما بيني وما بين أولادي برضه. وآخر وأهم حاجة إن أنا لقيت الشخص الصح. فدي كانت أكتر حاجة ادتني بوش إن أنا أتحرك واخد خطوة أكشن. هانير مراتي هي كانت سبب كبير بصراحة في إن أنا أبقى واثق من خطوة زي دي يعني. عندي كذا follow up questions. أول حاجة، هل اتعودت لسه إن أنت تقول مراتك؟ عشان دي لسه هي صراحة كل مرة يعني لو فاهم بتفكر فيها كده شوية مش بتيجي على طول. لا لسه اتعودتش خالص، وأنا إيه حتى برضه دي شيء لسه الموضوع متعودتش عليه خالص. طب أنت قلت إن هي right person، إيه الديفينيشن بتاعك للرايت بيرسون؟ أنا بالنسبة لي الرايت بيرسون يكون حد أنت تعرف تبقى حواليه مستريح ومش حاطط فلتريشن على كلامك، وقادر أنت تكون نفسك ومبسوط. بلس إن الشخص اللي قدامك ده يكون بيحترمك. أنا شايف إن الاحترام جزء كبير جدا من إن الريليشنشيب تكون أظبط. وآخر حاجة إن الشخص ده يكون بيساعدك إن أنت تكون الشخص اللي أنت عاوز توصل، تكون الجول اللي أنت تكون تقدر تنمي أنت توصل الجول اللي أنت تقدر توصل. بحس إن ناس كتير جدا ممكن تستخدم كلمة حب غلط. ممكن تقول على حد بتحبه ايه لسه عارفاه بقالها يومين. بس انت طبعا انك تاخد ستيب زي دي، انت عارف متاكد انك بتحبها وبتحبها الاسلوب الصح. فقول لي بالنسبه لك برضو
الحب معناه ايه؟ ماشي. انا بالنسبه لي زي ما قلت الحب هو ان انت تكون قادر تتكلم الكلام اللي انت عايزه مع الشخص اللي تبقى تقعد وشكلك سواء فيزيكالي ولا personality wise يكون اللي انت مستريح فيه، ما تكونش شايل هم ان انت محتاج تجمل من حاجة او تظبط حاجة فيك وانت قاعد مع شخص. طبعا بتكلم لو مش الحاجة دي حاجة وحشة وانت محتاج تعدلها، اكيد الشخص ده ان تعرف ان انت بتحبه ان هو فعلا عامل فرق كبير في حياتك. لو انت في حاجة كنت بتعملها قبل كده very normal بتعدي عليها I would say عادي جدا، بس دلوقتي لما بتعمل مع الشخص ده بتبقى مبسوط اكتر، ف I would say ده يكون تقدر تعرف ان هو ده. طبعا الجواز يعني مسؤولية، دي أمانة ربنا مديها لنا، وعشان حد يبقى عنده السنس المسؤولية دي أنا أتوقع من وجهة نظري يكون عنده ليفل ماتشوريتي عالي جدا. فعايزك تقولي تفتكر، وباين عليك إن أنت عندك الليفل ماتشوريتي، قولي تفتكر إيه اللي حصل في حياتك يخليك تنضج بالسرعة دي أكتر عن ناس سنك ويخليك توصل للنضج ده. اوكي. ممكن انت تعرف من زمان، فانت عارف انا كنت من زمان صراحه برضه يعني تقدر تقول هادي شويه، فيمكن دي حاجه برضه اللي هي من زمان في ده البارت التاني اللي اقدر اقول عليه ان هو عامل فرق كبير معايا في حته الماتشوريتي. ان حاجتين ان انا سافرت ادرس في تركيا من زمان، فده اداني اول حاجه cultural shock كده على طول ساعدت معايا جدا. وتاني حاجه ان انا من زمان برضه يمكن من قبل ما اسافر حتى تركيا او من اول لو سافرت تركيا كنت بشتغل سواء ما كانت internships summer jobs او full time job حتى لما بقدر. فدي حاجه انا كنت دايما وش فيه، ومن قبلها اصلا ايوه انا يعني دايما زي ما بيقول كده shadowing بغير في الشغل بتاعه وهكذا. فالحاجتين دول هم اللي اظن زودوا على شخصيتي ان انا ابقى يعني مش عاوز ان انا اكون بكبر الريسك او قادر ان انا استحمل مسؤوليه زي دي. و برضو القرار اللي انت خدته انا في هنا بوينت تناقض بالنسبه لي، يعني انا بحسها كده. انت بتاخد القرار ده وانت انت مسؤول تماما من الشخص ده، وانت بالذات لما تقرا فرحه مثلا لسه بتاخد القرار البروسس، بس وارد ان انت يجيلك كل فيت، وارد ان انت at some point في الرحله تحس اللي هو انا حاسس ان انا مش هعرف، انا مش زي ما اي حاجه بنعملها بنحس ان احنا مش اوكي، او بتحس خلاص لا انا ما بلاش كل ده وكده. فهل جالك الاحساس ده؟ ولما جالك اتصرفت ازاي؟ او لو جالك اكيد جالي، يعني definitely جالي الفرق المبدئي ده قلت ان هو ايه حد لسه في بدايه الكارير بتاعه لما في بدايه العشرينات، فلسه الحاجات دي جديده وتعتبر relatively كبيره على عليا. ف definitely جالي كواليت فيت في كذا بوينت كمان مش في بوينت واحد. بس الفكرة هنا كلها في كذا حاجة. اللي انت زي ما انت قلت كده، انت الكواليت فيت دي ممكن تجيلك في اي حاجة طالما انت لسه ما عملتهاش قبل كده، لسه اول مرة بتجربها. فدي كانت حاجة I had to increase اللي هو اوكي دي انا لسه اول مرة بعمل حاجة طبيعي حتى if I mess it up somehow عادي. ما فيش حد عنده expectations عالية مني. بحاول على قد ما اقدر ان انا اتعلم سواء من اهلي سواء من العادات والتقاليد in general وهكذا. بس ازاي ما overcome الكول فيت في ساعتها I would say ان ببص اول حاجة ل my partner وقد ايه يعني الجورني اللي احنا سبناها وصلت لفين. وتاني حاجة ان
موضوع الكولد فيت ده الاول في الاخر انت you just overcome it by ان انت تفكر مع نفسك كده انا عملت كل حاجه تمام، توكلت على الله تمام، صليت استخاره خلاص الدنيا ماشيه كويس بقى اوكي. لأول مرة على الإطلاق يعني أعمل إيه بودكاست بقى ليها سبونسر، وحابب أشكر السبونسر ده جدا. السبونسر ده هو أورا سبيس. أورا سبيس هو المكان لو تتفرجوا اللي احنا بنسجل فيه بودكاست دي، مش مجرد مكان بنسجل فيه بودكاست، هو كرييتيف كووركينج سبيس. تقدر تروح لو انت بتشتغل ريموت تشتغل اون دايموند، كنت تروح تقعد تشتغل، الدنيا كونفي جدا، الدنيا هاديه لايقه جدا على فايبز الشغل. في نفس الوقت لو انت عايز تتعرف على ناس، لو انت عايز تروح ايفنتس و ميوزك نايتس ايا كان، اورا بيهوست الحاجات دي كلها وبيعمل ورك شوبس برضه. لو انت عايز تبدا البودكاست بتاعك انت ممكن تيجي وتسجل وتبدا البودكاست. انا كشخص كحسن بروح اورا 3 أيام في الاسبوع مثلا اشتغل بس بقدر النظر عن البودكاست. فعلا مكان ضيق جدا. وشكرا جدا لعشماوي صاحب اورا، هو اداني الاوبورتونيتي البودكاست. عملنا سبونسرشيب اخيرا بتاع اورا، ويعني اعمل ايه. والمفاجاه بقى ان اي حد هيستخدم برومو كود يعني اعمل ايه زي اللي هيكون مكتوب في الفيديو او هو نفس اسم البودكاست يعني نفس سبيلينج، هياخد ديسكاونت مش 50% في 70% 100% ديسكاونت على يوم كامل لو بيه يقعد يشتغل يقعد يعمل whatever اللي هو عايزه. أبو سبيس المعالي على انستغرام وفيسبوك وهتلاقوه على جوجل ناس برضو. بس thank you so much عشماوي ويلا بينا نكمل. عايزك تكلمني اكتر عن الكارير بتاعك انت كشغل ليه، انت كحد خلاص انت اتجوزت فاتح بيت، بتصرف على البيت ده ازاي وازاي مش بيقلب الى انه الشغل بتعمله for the sake of service بس البالانس ما بين ده وان انت كمان بتمشي ورا حلمك وبتجرو الكارير ده. اوكي طيب انا ممكن اديك باك جراوند شويه عن بعمل ايه وبعدها اخش الحته. اوكي. انا ابتديت شغل قلت تقريبا ثالث سنه جامعه. ابتديت مع شركه كونسلتنج اوكي كنت في تركيا ساعتها. كملت معاهم تقريبا حوالي سنه ونص، بعدين عملت سويتش لشركه تانية كونسلتنج برضه بس انوفيشن كونسلتنج. في خلال الفتره دي وفي خلال كمان الشركه اللي قبلها اتعرفت على شريكي مور اللي بعدين بقى بعد شركه الكونسلتنج التانية دي it began as a side hustle وبعدين قررنا مع بعض ان احنا نبتدي الشركه بتاعتنا اسمها innovation. I would say اول حاجه ان الستيب اصلا بتاعت ان انا اخد ابتدي حاجه بتاعتي الشركه بتاعتي دي كانت يعني بعد الخطوبه بشويه وقبل كده كانت حبه، فاللي هو احنا داخلين في ليفل اللي هي اخر ليفل بقى خلاص ولازم يكون كل حاجه متظبطه. فبجد او لك يعني ان هو مش عارف اقول ايه شاوت اوت يعني هانيا ان هي عرفت تتفهم كده ودعمتني فيه كمان. فدي حاجه مهمه جدا ان ايه الناس حتى اللي يكون معاك يكون فاهم انت رايح فين وبناء عليه يقول لك اوكي انا معاك وهدعمك في الحته دي، بس انتوا الاثنين تكونوا فاهمين بعض كل واحد فيكم عايز يروح فين وتبقوا كلكم قادرين يعني كل واحد فيكم قادر يضحي باللي هو الحاجه اللي ممكن تيجي عليه في مقابل ان الشخص التاني ينجح او ان هو يوصل اللي هو عايزه. انا اكيد رجع لهنا كتير في موضوع مثلا الوقت الشغل وهكذا، بس هي فاهمه ان ده بيتعمل علشاننا وعلشان انا اقدر ان انا اوصل للجول زي ده. وبرضه في الاول في الاخر ايه it's not 50-50 يعني هو كل واحد بيحاول يدي 100% من اللي عنده و you just don't expect something in return. how ازاي بقى البيت بيأثر على الشغل نفسه؟ definitely I'll say من أكبر الخير. يعني I used to have a weekly meeting مع حد من المديرين اللي كنت شغال معه
وكان عنده 4 بيس البروجرس والبلاننج، وكان اخر بي بقى البيرسون، هل في حاجه بيرسونال اثر عليك ولا لا. ف definitely لو الدنيا مظبوطه في البيت يبقى الدنيا مظبوطه في الشغل، ولو الدنيا مش مظبوطه في الشغل ورجعت البيت لقيت ان الدنيا مظبوطه، هترجع تاني يوم هتظبط الشغل. فدايما هو الاساس من البيت فور شور يعني. بس يعني I hope ان انا جاوبت السؤال زي ما كنت هو انا تتوقع. لا تتوقعه. وانت تتكلم في كود جت في دماغي حسيتها تعتبر جدا اللي انت بتقوله، بس عايزك تسمعها وتقول لي انت بتبص لها ازاي. طبعا كيشي ورا كود، وراء كل رجل عظيم امرأة. ازاي مراتك ايه اللي هي بتعمله عشان تكون مخليك تبقى الرجل العظيم اللي ورا المرأة؟ اوكي يعني I hope ان انا اكون رجل عظيم. ايه اللي هي بتعمله I would say اول حاجه ان حته التضحيه بان هي مثال بسيط جدا ان احنا ممكن نكون نازلين في مكان هنقابل صحابنا ولا حاجه، وانا اروح على الكورنيش وفتح اللابتوب مع داخل ميتنج ولا حاجه، وهي تتقبل الموضوع ده مش اي حد يتقبل. دي اول حاجه. في اوقات كمان غريبه، خصوصا ان انا يعني بشتغل مع ناس ساعات من واشنطن ومش عارف ايه وكده، فالدنيا تبقى ملخبطه. تاني حاجه ان يبقى في نوع من انواع السبورت ليك. طب ازاي السبورت ده؟ مش بس ان هو I am proud of you مش عارف ايه وكده، لا. السبورت ده ممكن يجي بان هو بس انا يومي كان طويل باين عليا وعلى وشي ومش طايق نفسي والدنيا ملخبطه. انا بالنسبه لي كأنس، واظن يمكن كان ده برضه يمشي عليك كمان، لو انا يومي طويل ومش طايق نفسي ورجعت لقيت الشخص اللي قدامي حتى لو في عارف حتى في مشكله، بس هو he didn't bring this up او أتغاضى عن الموضوع عشان الدنيا تمشي وعشان هو شايف اللي انا فيه، فده بالنسبه لي نوع كبير جدا من انواع السبورت. consideration تقدر اللي انت فيه والضغوطات بتاعتك بالظبط، فبتعدي اي حاجه فانت تبقى بالظبط لو حتى نفسه مكاني ففي الدنيا فالدنيا تبقى لا خلاص، حتى اللي انا كنت جاي مخلوق منه بقتش مخلوق منه. بس تعرف ان هو بيقول لك consideration is the highest form of love. هل انت احنا اتكلمنا عن الحب قبل كده، بس انا عايز اخد انجل مختلفه. ايه اللي يخلي بالنسبه لك هانيا حد عمرك ما تقدر تلاقيه زيها؟ ايه اكتر حاجه يونيك فيها بالنسبه لك انا محتاج اجوزها دلوقتي؟ اوكي I would say اكتر حاجه يونيك هي لما احنا قلنا هي الحته الكونسيدريشن. هي عندها الحته دي عالي، ويمكن اقول لك اقل مثال في الحته دي ان انا ممكن اكون قاعد في ميتنج او الميتنج طول ومركز فيه، هي مش بتكونسيدريت بس ان انا تعبان وقريف كده، لا هي ممكن تكونسيدريت حاجه انا اصلا مش بفكر فيها، ان انت بقالك كتير قوي اصلا قاعد وما اكلتش، ففجاه هتلاقي الاكل داخل عليك يلا لازم تاكل دلوقتي. ايوه لو هي انت it goes above and beyond يعني. بس ده بالنسبه لي كانت اكتر حاجه توز ميد مي اللي هو يعني لازم يجي توز. لا برضه بيقولوا الاكل هو صناعه معده الراجل، هي ده هالبوب ترو جدا. انا بصراحه طبخت شاطره ان شاء الله والله اعزمك في يوم يعني. ف دي بصراحه برضه كليشيه بس حقيقي برضه احنا بنحب الاكل يعني مخلوقين كده. كلمني بقى عن اي قرار بناخده في حياتنا، في البروز والكونز، في التشالنجز بتاعته. فايه الاصعب تشالنج عديت بيه في بروسس ان انت تتجوز؟ اوكي اصعب تشالنج عديت فيه كانت
ان انا في الاول كانت البلان اكشلي ان انا هفضل قاعد في تركيا وان اني هتنقل وتعيش بقى هناك. كان اصعب تشالنج بالنسبه لي ان اظبط الدنيا بحيث ان انا اقدر ان انا اجي واعيش يعني. ده بالنسبه لي ايه كأنس عشان دي حاله يمكن شويه يونيك. لو حطينا دي على جنب وقلنا اكتر حاجه تشالنجينج اللي ممكن الناس تريليت ليها اكتر حته ان انت ازاي توثق ما بين عيلتين، خصوصا ان انا بالنسبه لي كانوا العيلتين مش دايما بيتقابلوا. مش انا عيلتي معايا هناك في تركيا فهو مش دايما بيتقابل، فالموضوع مش سهل. وان انت توافق دول على دول والدنيا تبقى ماشيه بيس والاتنين يكونوا متفاهمين مع بعض وفاهمين دماغ بعض مش اسهل حاجه. او تسي ان انت تتجوز، اكيد الناس كلها عارفه انت مش تتجوز شخص، انت تتجوز عيله كامله. فدي حاجه اللي لازم تكون الواحد مخبر منها وهو داخل على ستيب زي دي. عشان كده بيقول لك برضو ان لما تيجي تتجوز زي ما انت قلت تتجوز عيله كامله، عايزه تلابريت اكتر على البوينت دي. هل في ناس خلينا نقول بطريقه ثانيه بتفكر بطريقتين؟ انت خلاص انت بيزيكلي شويه وتتجوز خلاص، انت صح مش لبست بس خلاص هي دي. ايوه. او انت خطبت يلا بقى فيس 2 نشوف الشخص ده لايق ولا لا. وطبعا ان انت تقابلوا والاهالي يتقابلوا دي الاهل هم ريفلكشن عن الشخص اكيد. فبتشوف من خلال الاهل، لو انت عارف ناس الاهل فخلاص يبقى الشخص ده فعلا يحسبني والعكس. فهل انت كنت باصص للموضوع كده ولا اولانيه؟ وازاي اتعاملت مع ده من غير برضه ما يأوفر منك؟ اوكي. في الاول خالص بصراحه لا، في الاول خالص عشان برضه يمكن ما جاتليش الفرصه قوي ان انا اتعرف على اهل هانيا اوفن او ان انا اشوفهم كتير. ما كانتش قدامي فده ما كانش في دماغي قوي. يعني انا اول لما خدنا خطوه قرايه الفاتحه الموضوع ما جاش في دماغي غير لما احنا كنا فيه اللي هو خلاص العيلتين اصلا بيقابلوا بعض. ساعتها ريلايز الموضوع. ايه اللي ساعدني بصراحه بخصوص حوت هي اللي تقدر تقول حد بيعرف ان هو يمانج الدنيا زي ما يقولوا ايه بوليتيكلي كده حلو قوي. اوكي. واللي بقى كان عارف اللي هو باك دور كوتشنج اللي هو بيخش هيديك كلمتين بس هما الكلمتين الصح اللي هتعرف تعمل بيهم ايه، فاهم؟ ولحد دلوقتي حد بعد الجواز لسه دايما ايه الريفرنس بتاعي هو ده الريفرنس بتاعي، دايما برجع له واخد من نصيحته اكيد. وهم احسن حاجه يعني انا دايما حاجه اشكر ليها جدا ان انا طالع والحمد لله من عيله اقدر اقول عليها سويه. اوكي. فده بيفرق كتير جدا في هو تعامله مع حد جديد ازاي. وانت تشوف دلوقتي ان انت لو رحت سألت حوايا وحماتي واهل بلوت حتى كلهم هيقولوا لك ان قد ايه هم مبسوطين بالعلاقه ما بينهم وبين بعض وقد ايه الدنيا هم حبوهم. حتى مراتي اللي في سامرانيا ساعات كده اللي هو تروح قال لي بص انكل بعت لي ودي حقيقة انا بحب باباك قوي فجأة كده. فده بيعمل هو I think دي الاساس يعني الموضوع. اخر سؤال اوكي. الحلقه بتاعتنا، ايه اكتر مسكونسبشن عند الناس عن الجواز؟ ايه اكتر حاجه الناس كلها فعندها معتقدها عند الجواز بس actually that's not the case؟ ماشي. اكيد عشان يعني بص انا لسه برضه فايت شهر وحبه يعني
اكيد لسه في حاجات كنت بشوفها، بس كل الناس كانوا اللي هو كهزار موستلي، وفي سمعت حد كانت بجد يعني كانت اللي هو يقول لي يا ابني انت هتعمل ايه يا ابني مش عارف، طب ما تشوف حياتك الاول ومش عارف ايه كده. بس اكشلي انا بالنسبه لي ده نوع من انواع المسكونسبشن، ان هو الناس شايفه ان انت خلاص كده يو ار تايد اب ومش هتعرف تعمل حاجه. انا شايف ده المسكونسبشن، يعني انت يعني بالعكس انت مش تايد اب ولا حاجه. انت الجواز ده نوع من انواع ان انت شراكه، انت كانك فتحت شركه. انت بالعكس انت احسن لك يكون معاك حد بيساعدك ان انت تروح وتيجي وتعمل، فاهم؟ الناس اللي بيقولوا روح عيش حياتك ومش عارف ايه، طب ايه اللي انا هقدر اعمله وانا لوحدي ومش هقدر اعمله وانا متجوز؟ بالعكس انا شايف ان انت لما تتجوز بالعكس ده هيديك opportunity انت تقدر تعمل اكتر، فاهم قصدي؟ اكيد المسؤوليات بتحط حاجز شويه، بس at the end of the day طالما انتوا الاثنين البوصله بتاعتكم في نفس المكان، وطالما انتوا الاثنين الجول بتاعكم ان انتوا تحبوا بعض ترضوا بعض، واهم ترضوا ربنا، ف you will find out ان هو بالعكس انا اشتغلت على الموضوع اكتر من مرة كنت معاك. that's all. حلو قوي بجد، شكرا جدا انس انك جيت النهارده. انت شكرا ليك والله. عايز اقول لك فعلا تاني كحد بيدعبس في الموضوع عايز يعمل خطوه، عشان انا برضه بصيت لها بطريقه سيميلر، اللي هو انا البوينت ان انا اعيش حياتي، اقدر اعيش حياتي لوحدي، وانا ممكن يبقى معايا شريك حياه اعيشها معاها، نسافر مع بعض مع كل حاجه مع بعض، وبل ربنا يرورني على كده، يرزقني على كده. بالظبط. ابتديت ابص لها بالطريقه دي، طالما انا نفسيا قادر ك ماتشور انف، عارف ابص حاجات صح، فاينانشالي قادر، ابتديت احس انه لا ده does seem like a good step to do، وان هي مش يا حاجه انا سوري ان هو طبعا عليك، بس انت البوينت بتاعتك دي حلوه جدا. انت اول حاجه يمكن مش حته نفسيا اكيد مهمه، حته financially انا عايز اقول لك ان انا نفسي I wasn't 100% financially ready، تمام؟ بس انت طالما نيتك ان انت تعمل الموضوع ده عشان تبقى فتحال، فانت هتلاقي نفسك فجاه الدنيا ربنا بيرزقك من خاسر اتعب. اوكي، فدي حاجه برضو انا حابب ان هو ايه الناس برضو keep in mind، يعني مش لازم تكون عندك بس على الاقل تكون عندك البيزكس يعني. ففعلا حاسس يعني ده دماغي رايحه في السكه دي الفتره دي بس ان شاء الله. شكرا جدا انت بجد جيت من ألزز عارف كونفرسيشن الحدي كده، واللي هو فعلا كنت مستمتع بيها. اتمنى المستمعين بتوعنا يكونوا مستمتعين برضه بيها. عامة أي حد عنده أي أسئلة بليز ليف كومنت وأنس هيرد عليكم إن شاء الله. بقى تاخد أصلا أول الكومنت وهو يرد عليا. شكرا جدا، تنسوش تعملوا لايك وفولو أو سبسكرايب، واستنوا الحلقة الجاية إن شاء الله. باي.